ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده هنعمل اكله حلوه جدا وتعتبر اقتصاديه. يعني نقشر البصلايه الجميله دي. بصوا بصلايه وسط عشان انا مش عامله كميه، فانا هقشر البصلايه. تمام، هقطعها بقى نصين كده. بصوا بقى يا حلوين، هعمل ايه؟ هقطعها هنا كده اللي هي تتفرم فرم ناعم جدا. انا عايزاها تبقى ناعمه قوي قوي اهو. بصوا هفرمها بقى واجيلكم. بصوا بقى هنا فرمتها اهو، فرم ايه ناعم كده، شايفينها؟ هبتدي بقى اول مرحله معانا، هبتدي طبعا استخدم ايدي. هنزل كل البصل اللي جوه الكبه. تمام، انا كده اهو حطيته كله. احط عليه بقى ملح وفلفل. ملح، هحط فلفل، واحط اهم حاجه الكاري. عندي كاري، استنى اهو. عندي كاري هحط منه. تمام، لو عندك كركم حطي، ما عندكيش خلاص. انا والله انا كان عندي بس انا مش لاقيه الكيس بتاعه. استنى، انا مش لاقيه الكيس بتاعه دلوقتي. ممكن احط بودرة زعفران. بصوا حبة صغيرة جدا جدا جدا، بصوا ما تسكرش. تمام، هدعكم بقى كويس جدا. بصوا طلع المية اللي جوه البصل. بصوا بصوا، شايفين المية؟ اجيب البانيه بتاعي بقى واحطه. ادعكه كده في الخلطه اللي احنا عملناها. البصل مبهدلني، البصل عندي حساسيه اصلا على عينيا، فبيخليه مش شايفه قدامي اصلا. عايزه اقول لكم التتبيله دي تحفه تحفه تحفه، وحلوه جدا في البانيه، وفي نفس الوقت اقتصاديه. ليه؟ لان احنا مش بنستخدم ولا بيض ولا لبن في خلطه البانيه خالص. خليه كده بقى يتبل. اوريكم بقى بايدي التانية عشان ايدي الاولانيه اتبهدلت اهي. تمام، ودي كده اول خلطه معانا جاهزه، او اول وصفه معانا جاهزه. هنبتدي بقى نعمل الوصفه الثانيه. بصوا انا هنا كده غسلت، بصوا غسلت ايديا، بس في بصوا الاصفر بتاع الكركم. بصوا هو شويه كده هيروح مع الوقت يعني. تمام، تعالوا بقى كده الوصفه الاولى تعتبر خلصت.
بصوا هنا بقى خلاص، ده كده خلاص هسيبه. تمام. تعالوا بقى نوريكم هنا، اوريكم هنا على البوتاجاز هنعمل ايه. يعني اول مرحله كده خلاص خلصت. تمام. هناخد بقى المرحله التانية اهي. ولع بس النار، بسم الله. تمام. نحط الحله بتاعتي بقى. تسخن بس كده شويه، واحط عليها الزيت، واحط فيها التوابل بتاعتي. مش بصوا هقول لكم، استنى. بعد ما نحط الزيت، الله اكبر الله اعظم، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. بصوا انا عامله الحبهان ازاي، حطاه كده علشان اول ما يستوي بطلعه كده على طول في الستيكس دي، علشان ما يبقاش الواحده كده تطلع في بق حد او كده، فاهميني. وورق اللورة انا حاطه ورقتين بس عشان هما كبار، ومعايا عودين قرفه. الليمون المجفف كان عندي بس خلص، فمش هوقف نفسي عليه. تمام. الحاجه اللي خلصانه مش مشكله خالص. احط بس الزيت. تمام. واحط على طول التوابل بتاعتي. هنا بقى كان فاضل شويه كده من الكيس بتاعي. بصوا بقى هنا البانيه اهو. تمام. هقليه بقى ان شاء الله كله. هنبتدي. انا طبعا حطيته في الفريزر شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز يسخن كمان شويه، بس يلا خلاص هحطه بقى، بما اني حطيت واحده فهحط الباقي. بسم الله. بصوا بقى ايه، كمان قطعتين اهو هحطهم بعد بقى ما ده يستوي. تعالوا بقى نشوف كده الرز. تعالوا نشوف الرز اهو. انا قفلت طبعا عليه. تمام. استنوا كده هكبر لكم شويه عشان تشوفوه كويس. بصوا. استنوا. ممكن اقربه لكم هنا كده اهو. بصوا. تمام. بصوا. اهو. طبعا سخن لسه مولع بقى اهو. زاد معايا ما شاء الله. وبصوا في منتهى الجمال. تمام. نحطه بقى هنا في مكانه بس. تعالوا بقى نشوف البانيه.
يا رب بس الموبايل بقى ما يفصلش، لان الصراحه انا زهقت من كتر ما هو اهو. تمام. وكده بقى يستوي، ما بياخدش حاجه، يا دوبك بس ياخد لون كده من الجنب ده واقلبه على الجنب التاني. هنا بقى هبتدي ان انا اطلع اللي استوى. استنى بس اقرب الكاميرا كده شويه. تمام. بصوا بقى، هبتدي ان انا اطلع اللي استوى ده، احطه هنا على الطبق. طلع كله كده. بصوا ما شاء الله، والله اكله في منتهى الجمال وما بتاخدش اي حاجه خالص. اهو. صفيها بس من الزيت كده كويس. عايزه تعمليها بقى عندك اير فراير، عايزه تعمليها فيه، مفيش اي مشكله خالص. تمام. بقى هنا كده، وابتدي اجيب الاتنين اللي هما كانوا معانا اهو. هبتدي بقى ان انا احطهم. بسم الله، بسم الله. بصوا بقى هنا انا اهو حطيت البانيه اللي طلع. بصوا الرخامه ما عليهاش اي حاجه. الطبق اللي محطوط ده اللي انا هحط فيه البانيه لما يطلع اهي، فاضيه خالص اهي، ما عليهاش اي حاجه. تمام. اول باول كده الدنيا هتبقى تمام وهتظبط معاك. احط هنا بقى مش هحط يا رب، استنى بقى البانيه كده لما يخلص اهو. هسيبه بقى كده دقيقتين كده واقلبه على الناحيه التانيه. هنا بقى هبتدي ان انا هقلبهم، ما بطولش عليهم عشان ما ينشفش معايا ويبقى طعمه مش حلو. وفي نفس الوقت هيكون مستوي معايا، لان هو اصلا انا يعني مقطعاه مش تخين. انا كده بقى هبتدي ان انا اطلعهم. الثانيه كمان اهو. بصوا الطبق بسم الله ما شاء الله. استنى اوريها لكم دلوقتي، بس اخلص الزيت ده اهم حاجه الاول. ايه كده خلاص طفيت عليه. استنى، بص كده خلاص طفيت على الزيت وكده. هنغرف مع بعض الرز. لكم كده. استنوا الاول بس نفتح الحله كده. بسم الله. بصوا الرز يا جماعه باين معانا كده. بصوا ما شاء الله تحفه، مفلفل وفي منتهى الجمال اهو. والله ما قلبته، يعني هي اول تقليبه معاكم اهو. ما شاء الله. نبتدي بقى نغرف ونقول بسم الله. وانا بغرف كده هشيل بقى ورق اللورة والليمون المجفف
اهو. هبتدي بقى ان انا اشيله كده علشان ده ما ينفعش يتحط في الاكل. عشان ايه؟ وعيدان بفضيها، بس بفضي الرز اللي جواها، لان بصوا جواها بيبقى فيه رز، فانا بفضي الرز اللي جواها. عيدان القرفة، ودي طبعا الحبهان اهو. بصوا بقى، استنى، بصوا بقى طلع الواحده على طول بالستكس باللي فيها ازاي اهي. ما تقعديش بقى تنقي وكده. طبعا اشيل الورق اللورا برضو، لو لقيت بقى اي حاجه في الطريق كده هشيلها. طبعا ببقى عارفه بقى انا حاطه قد ايه يعني توابل، فببقى عارفه فاضل مثلا يعني كده فاضل ايه. فاضل كمان واحده قرفه اهي. بصوا اهي، بفضيها من جواها. تمام. بصوا ما شاء الله، عايزه اقول لكم ما شاء الله الطبق ده كبير يعني، ما شاء الله بياخد كتير. انا كنت جايبه نص كيلو رز، مش جايبه كيلو، جايبه نص كيلو. ما شاء الله رمى معايا علشان انا نقعته قبلها. النقع ده مفيد جدا بقى في بيخلي الرز يزيد. ماشي. بصوا بصوا ما شاء الله. انا كده بقى خلاص خلصت. قلنا بقى شويه الرز اللي هما وقعوا دول. تمام كده. الاكله بتاعت النهارده كانت معانا جاهزه. عملنا رز بسمتي وعملنا بني. عايزه بقى تحطي معاها مع الرز البسمتي ده زبيب، بيبقى حلو جدا، بس انا الصراحه ما عنديش فما حطيتش ليه. عايزه تحطي بقى، عندك بقى بتنجان مخلل حطي جنبه، عندك سلطه، سواء اي حاجه بقى، اي سلطات يعني. عندك مخلل، ما عندكيش اي حاجه زي كده وتمام جدا ومفيش يعني، خلاص هي الاكله كده في منتهى الجمال والطعامه والحلاوه. بصوا ما شاء الله الرز تحفه. الرز البسمتي منه نوعين، نوع تايلاندي ونوع هندي. الهندي احسن من التايلاندي. تمام. وده البانيه. بصوا ما شاء الله اكله موفره جدا، مفيش توفير اكتر من كده. بألف هنا وشفا حبايب قلبي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويكون أكلة النهاردة عجبتكم. ولو عجبتكم متنسوش اللايك، وتكتبوا لي كومنت حلو. لو بتحبوا القناة عندي وعايزين أكلات تانية كتير اقتصادية وميزانيات وروتين وكده، اكتبوا لي في الكومنتات وانا عنيا الاتنين ليكم. يلا حبايب قلبي، مش هطول عليكم اكتر من كده. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، واقول لكم دلوقتي في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الف سلامة.